في الفاتح من شهر فيفري من سنة 1955 ارتفع عدد القوات الفرنسية المتواجدة في الجزائر إلى 83,400 عسكري لقمع الثورة الجزائرية. وفي الفاتح من شهر فيفري من سنة 1958 أكدت الجمهورية العربية المتحدة بعد الإعلان عن توحيد مصر وسوريا ضمن الدولة الجديدة مواصلة دعمها للثورة الجزائرية. في الفاتح من شهر فيفري من سنة 1962 أعلنت الحركة البريطانية من أجل استقلال المستعمرات في رسالة بعثتها إلى الرئيس بن يوسف بن خدة عن تضامنها الكامل مع الكفاح الذي يخوضه الشعب الجزائري من أجل استقلاله الوطني.